وحشتوني وحشتوني وحشتوني، وحشت عيوني. ورجعت لكم هنا بينكم، مش هنغني، لا هنتكلم ونحكي ونقول مواضيع كتيرة جدا جدا. بس انا حبيت ان انا اوصل معلومة ان انا بقالي فترة ان انا مش بعمل فيديوهات لاسباب انا محطوطة فيها غصب عني والله. وبجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب، منه لله ربنا ينتقم منه. فانا حبيت بس اوصل معلومة لاحد اعضاء الجروب بدون ذكر اسماء، وطبعا العارف لا يعرف واللي مش عارف يتصرف. اخويا الغالي من دولة العراق، انا حبيت بس اوصل معلومة لان اتقال لي ووصل لي ان انت بتقول ان انا غايبة بقالي فترة عن قنواتي علشان انت السبب، وان انا زعلانه منك وكده، يعني بسبب الكومنتات اللي انت بتكتبها. انا حبيت بس ان انا اوصل معلومه سواء لحضرتك او اي حد برضه داخل بيقول تعليقات مشابهه للي انت بتكتبها. انا من طبعي ان اي يعني تعليق بيتكتب على الصفحه عندي، احنا كلنا جروب واحد واسره واحده من زمان جدا، انا مش بزعل من اي حد. ولو في اي كومنت انا مش عاجبني او شايفاه تخطى الحدود، ان انا بحذفه فورا. وطبعا انت جربت الموضوع دوت، مش اتحذف مره واحده، لا اتحذف مرتين. ف ده طبعي، يعني انا من طبعي ان اي حاجه بتضايقني انا مش برد. لو في كومنت او كده مش لطيف انا مش برد، انما لو تخطى الحدود انا بحذفه فورا. بس هو بعمل ايه؟ بتعمل ايه يا روشا؟ بعمل له ديليت، خلاص انتهى الموضوع. بس ان انا بسبب ان انا زعلانه من شخص او من كومنتاته او كده، فانا بسببه ان انا اغيب عن قنواتي كلها، وكمان ما اعملش فيديوهات وابعد عن اخواتي في القناه اللي انا دايما متعوده ان هم اخواتي واسرتي وحبايب قلبي؟ اكيد لا. وانا مش من طبعي ان انا بزعل من اي حد، يعني نادرا. انا انسانه متسامحه، بس ممكن اتضايق، انسانه يعني. انا مش حيطه ولا جماد ولا حاجه، لا اكيد بتضايق، بس مش عايزه حاجات تضايقني. فانا بعمل الجروب نتكلم ونفضفض انا واخواتي بحبايب قلبي. فانا حبيت اوصل رساله ان انا مش زعلانه من اي حد وبس. وزي ما ابتدينا الفيديو هننهي الفيديو ب وحشتوني.